ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا معاكم في فيديو جديد طريقه عمل الدبابيس المشويه في الفرن. المقادير معايا دبابيس اهيت، غسلتها ونقعتها في ملح وخل، بصلتين، واحده طماطم، واحده فلفل اخضر، بابريكا مدخنه، ملح، فلفل اسمر. كمان هنا معايا معلقتين خل، معلقه توم مهروس، معايا دبس الرمان، هاخد معلقتين دبس الرمان. ودي المقادير اللي انا هعمل بيها دبابيس الفراخ المشويه. اضيف دلوقتي على البصل الطماطم والفلفل المتقطع، وكمان هضيف عليه معلقه توم مهروس كبيره، معلقتين خل، وهضيف معلقتين دبس الرمان. دبس الرمان من الحاجات الحلوه اللي بتدي طعم حلو للفراخ وبتديها لون جميل. وهضيف التوابل، ملح وفلفل وبابريكا مدخنه، والبابريكا اختياري، لو ما عندكيش خلاص ممكن تكتفي بالملح والفلفل. هضيف معلقتين زيت كبار. اضرب دلوقتي كل المقادير. خلاص كده انا ضربت الخليط كويس جدا ونعمته. بتظبطي الملح، وبعد كده انا جبت دبابيس كده وفتحتها كده فتحات صغيره، فتحتين في كل دبوس، وشلت الجلد بتاعه. ما تبلتها بكل التتبيله اللي عندي اهي، وهغطيها دلوقتي لمده ساعه، وبعدين هحطها في صينيه واحطها في الفرن. اعلى درجه عندي في الفرن على الصاجه لحد ما تنزل ميتها كده عشان تستوي الدبابيس. بس انا هغطيها شويه، وبعد كده هشيل عليها الغطا، هرفعها فوق على الشبكه عشان تكمل سواها. ادي صينيه الدبابيس اهي خلاص استوت معايا اهي بالشكل دوت. وبعد ما شربت الصوص اللي فيها انا حطيتها تحت الشوايه لحد ما احمرت كده. الرز بالبهارات او الرز الاصفر، اول حاجه انا جبت قطعه زبده، حوالي معلقتين زبده يعني او سمنه، ومعلقتين زيت كبار، وهضيف لهم مكعب مرقه، وهضيف التوابل اللي هي كاري وكركم ولوري، وهشوحهم في الزبده لحد ما تحسي ان هم اندمجوا مع الزبده كده والزيت بالشكل ده. هبدا اضيف الميه، كل كوبايه رز عليها كوبايه ميه، عليها معلقه ملح كده. واول ما الميه دي تغلي هضيف لها الرز. وده الرز بالبهارات بالكاري والكركم، بيبقى ليه مذاق حلو قوي وحاجه مختلفه عن الرز العادي. ممكن تعمليه مع البانيه، ممكن تعمليه مع فراخ كنتاكي، ممكن تعمليه مع الفراخ المشويه. هسيبه يستوي على نار عاليه لحد ما يشرب ميته، وبعدين هدي عليه النار. ضيف لها قطعه من الزبده ومعلقتين زيت، وهضيف لها معلقه بصل، معلقه توم مهروس كده، البسله سوتيه، والبصل يتشوحوا مع بعض بالشكل دوت بقى لونها ذهبي. هضيف دلوقتي البسله، هضيف دلوقتي مكعب المرقه، هضيف التوابل، نص معلقه فلفل اسمر، معلقه كاري. الكاري بيدي طعم حلو للبسله السوتيه. وهشوحها واضيف شوربه صغيرين، مش هضيف لها شوربه كتير عشان اسلقاها. هغطيها لما تستوي، وانا بخلي فيها شويه صوص كده. بالهنا والشفا، واتمنى الوصفه دي تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها.